أكلة تشبعك 40 يوم، يعني شهر وتلت. بس خد بالك على حسب انت مجهزها ازاي، مش اي حد يجهزها. وشيل بقى من دماغك بقى ان هقولك على بطاطس مسلوقة ولا بيض ولا سمك ولا دقيق بالشوفان ولا القصص دي كلها. فانا عايزك كده تركز معايا وتكمل الفيديو ده للاخر، عشان بص يعني فعلا هفاجئك. الفيديو ده فيه تقريبا 3 اسرار هقولك عليهم بخصوص الاكله دي. وقبل ما اقولك الاكله ديت عباره عن ايه، انا عايزك تعمل لايك للفيديو دوت، ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه انا عايزك تشترك. حاسك متشوق، عايزك تعرف الاكله ديت عباره عن ايه. قرب كده معايا. الاكله ديت عباره عن كعكه. خبز. صدقني. طبعا انت دلوقتي بتقول خبز ايه وكلام فاضي ايه؟ اقلب يا عم، انا بقول لك اتقل تاكل حاجه نظيفه، قصدي تاخد حاجه نظيفه. انا ما بشتغلكش، انا مش جاي اشتغلك. واول سر هقوله لك وبرده قرب كده هوت، ان مش بني ادم عادي اللي عاملها، لا ده بص اشهر طباخ في العالم ما يعرفش يعملها، لان اللي عاملها ملاك من اللي بيطير ده. واوعى تكون فاكرني ان انا بشتغلك، اوعى ازعل منك. ايليا النبي بعد ما قتل كل انبياء البعل، الملكه ايزابل اتضايقت جدا وبعتت له رسل وقالت له بص زي ما انت عملت في انبياء البعل انا هعمل فيك وهسوي. طبعا ايليا اول ما سمع الكلام ده خاف جدا وقال يا فكيك، هرب راح البريه. بعد ما مشي في البريه لمده يوم تعب، قال اريح شويه تحت شجره، وقبل ما ينام طلب الموت لنفسه من كتر التعب والخوف واليأس اللي كان حاسه من ناحية الشعب بتاعه. وأول ما ابتدى يدخل في النوم كده ظهر له ملاك ومسه أو لمسه وقال له قوم وكل. يبص إيليا يلاقي الملاك بيقدم له كعكة، حتة خبز وشوية مية. أكل منها مرتين، والمرتين دول قعد عليهم لمدة 40 يوم و40 ليلة ما ياكلش تاني بقوة الأكلة دي. ولو عايز تعرف القصة كاملة، القصة ديت هتلاقيها في ملوك الأول 19. طيب ايه رأيك لو قلتلك ان الأكلة ديت ينفع انت تعملها وممكن تلاقيها أساسا موجودة في بيتك؟ بجد صدقني، لأن هي دي الأكلة اللي أنا قصدي عليها دلوقتي. هو ده. فاكر لما الرب يسوع كان على الجبل وكان صايم لمدة 40 يوم والشيطان جربه وقال له حول الحجارة ديت لخبز؟ الرب يسوع رد عليه برد مهم جدا، وده اللي انا عايز اقوله لك النهارده. ليس بالخبز وحده يحيا الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. لو انت مصدق ان دي كلمه ربنا، جرب تقعد وتقرا فيها، جرب تتامل فيها قرايه بفهم بصلاه، تطلب من ربنا ان يا رب كلمني من خلال كلمتك، وشوف نفسك هتشبع ولا لا. في ارميا 15 وعدد 16 بيقول كده: وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. لو انت تعبان او خايف او عندك اي مشكلة او عندك اي مشاعر مش كويسة، اقرأ كلمة ربنا وصدق ان هيكون ليك فرح وبهجة لقلبك. بس كده يا سيدي، بفكرك تعمل لايك، يعني عيب يعني لو انت وصلت لحد الدقيقة ديت ولحد دلوقتي لسه ما عملتش لايك. وكمان شاركنا برأيك في الكومنتات، فعلا رأيكم وتشجيعكم بيفرق معانا جدا. وطلب شخصي، لو انت تعرف اي حد مسيحي ما يعرفش القناة ديت، ابعت له لينك القناة وقول له القناة دي بتنزل فيديوهات مسيحية، يمكن فيديو يكون بيفرق معاه ويكون سبب في تغيير حاجة فيه. سلام.